كي برزطني. والمراه هايزه بنادم في كرشه 9 شهور، وملي كتجي تنعس الشهر الثامن والتاسع كتطلع على الطريف الكما ودوز رجلها بشويه. علاش ديك الحمل هو يجي بحال كيدار ويتصيب بحال الفيل، علاش ما هايز والو. وكاين اللي كيطيح على الكما ويبقى ناعس، واحد طاح على الكما وبقى سيكا كمانه، علاش ما فكرش والو. فاحنا نقدروا التعب اللي كيضرب هذه المراه هذه، واخا تغلط معنا ولادي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بان المراه واخا تحسن ليله حياتك كامله وتقطع شي نهار تقول لك انا عمري ما شفت معك شي نهار بيا. ولهذا اللي غيجيب المراه ديالو ليله العرس العروس، واحد الشيخ قال له ما نجيبها وزنها الميزان وزنها. زممونا شهر 9 كدا فيه 2016 50 د الكيلو فيها. غضرب واحد عامين معاها وتقول لك جيب لي الروز غتجيبو صفار، هي كتقاتل ديك البياض. تقول لك عمرك ما تسمع الكلام ديالي وانتايز معايا وضيض، عمري ما شفت معاك الربح، انا النهار اللي ديتك ما شفت معاك. تجبد ديك الميزان وتقول لاش طلع فوق هذا الميزان، غتجبر فيها 60، غتقول لها جبتك فيك 50 ودابا 60، هذه 10 ديالي غتزدحني فيها 10 كامله. كيلو جوج نقولوا ما الدنياني، ولكن 10 غنكا 10 زدتي معايا، هذه بطاطا ديالي مطيشه ديالي الحوت اللي كليتي معايا زاد فيك 10. فلهذا اعمل الحساب ديالك ان الانسان يحاول ان المرأة يكرمها. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، واستوصوا بالنساء خيرا. وكرم الانسان المرأة. واللي بغى يفوز بالقلب ديال المرأة، القلب ديال المرأة اذا بغيتي تفوز به انك تحسن اليها ما استطعت، تحسن اليها. اذا طيبت لك على العدس قول له فهمتيش العدس ولا الكرامه، لا شي جديد، هي العدس عاديه ولكن انت عاشقه. وشمتي طيبت لك تشرميله قول له لطف على تشرميله، لا دير كاع واش بيسطاج ولا تشرميله، هي تشرميله بحال الناس حامطه، ولكن انت شكار قول له راه نبوس ديك اليد اللي عندك. لان علاش هيدا واش الحياه دحله. ونختم بهذه يعني باش ما نختم بهذه مساله الزواج، ان حتى الزوج دابا باش ما تعمل هذا تعيش الحياه وتعلمها وتقول لها تزين باش ما يجي للدار ما تجبرش يا احمد الميكانيك والشعر والكاميسون 60 درهم مريش باللي خيه، لا قول لها تزين وتعدل وكذا. وهذه احنا الرجل مطلوب كيحب هذا الشيء في المراه. شحال كتجبر اخر تزوج بالمراه هو كيتشوف في الزنقه، علاش ما كتلبسلوش المراه، ما كتلبسش وتزين حتى هو داخل بالشرط في 94 مهري. هذاك اللي كيفرقوا في الزنزان ديك بياط وديك العله مهري منكومه ما بقاتلوش وداخل ما لبس الأونو حمر فيه النجمه شي حاجه واحده، الماركه شي واحد ب 80 درهم خاص بالدخله هكذا وسكسف وكل تشكلي وحلاق وكذا. واش فهمتي تجبروا ماشي من الخدمه فيه العرق ناعمه ما تهوش السكسف قطع الضفرين وكذا كل تشكلي انت وتقول كلام مزيون باش حتى هي كذلك. عاو هي كتجبرها. شحال من واحد كتجبر المراه ديالو ما كتعاملش معها مزيان في الدار، البوطه تقاضت العيل طاح الدواء تقاضى مول الضوجه مول الكرا كيفتش عليك يشعب ديك الباب ويخرج كيمشي طرح د البارتي كيقول له القاتله كوه القاتله فيك انت وما خصكش تمشي ب20 خصك تمشي ب100 باش على الله تفك مع هذه المراه ما ب20 غتلحقك. علاش كيقنط في الدار ماشي بحال اخر كيجي كيجبرها لابسه ومكحله ومزينه ومعدله وعلاش كيسلموا عليه صحابو كيقولوا له حمزه واش نوقفوا كيقول له معاه مشغول عندي شي شغيه المراه هي كتعمل في الدار وكئيبات وهذا كتدخل تقبل وتقول له مرحبا بك وتضحك وكذا. ماشي اخر علاش كيهرب البارشي 5 طروحه البارشي عيد العرش 5 طروحه كاملين في القهوه. علاش كيقول ما رجعش للدار؟ علاش غيرجع للدار غيجبر حميدو الشميله متشرمله واش الراجل ولا هذا؟ فلهذا كتجبرو كيهرب القهوه. لكن الراجل اذا جبر المراه فيها الانوثه وكتلبس مزيان وتتكلم معاه والكلمه طيبه والله ما يبقاش في الزنقه ويجلس ويضيع الوقت ديالو وفلوسه. كتجبرو خارج في 6 من الخدمه، ال6 وتولد كيكون في الدار كيحل ويدخل. علاش؟ كيحس بالهناء. شحال من واحد والكلام ديالها الطيب. اخر كتجبر المراه كتهضر مع صاحبتها في التليفون لبنى كيف حالك لاباس بخير، ما يجي الراجل ديالها وصافي جبتي ديك الزيت وديك البطاطا اللي قلت لك والطحين، اش ما تقولش هو جبتي الزيت والبطاطا ما يسمعش هو مسكين هادشي. ولهذا اخر مشى للتليفون مشى يقطع كارطه صغيره باش عرف ديك التليفون دا شريتها الايفون سكينه صغيره ومواصطه وكبيره، هو عنده ديك المواصطه خصو يرجعها صغيره ومشى لاتصالات المغرب. جبر تما واحد البنت قال لها خصني نقطع هذه الله يجازيك بخير اختي
هذيك العائله اللي الموظفه اللي اتصلت مره انت كيفاش كيكونوا كذا الموظف اللي خدامين تما، قالت لهم قطعوها صغيره مره ولا موسطه؟ قال لها قطع. اول مره يسمع قال لها والله انا تقلقت زوج. ها المراه فيني انا عندي قويد في الدار، علاش الصوت ديالها مباع والله يا اخي الشيشه يعني هذا الراجل مطلوب في المراه انه يكون فيها الانوثه باش ما يشوفش في الزنقه. شحال من واحد ما كتبسلوش المراه في الدار كيكون جالس كيقول له صاحبو كيتهاود معاه كيقول له فاي بالك، كيقول له لا بياسه غازال ما عندكش بياسه في الدار. وقل لعلم وتشوف فيك هذا الشيء انت البسله. ابن عباس كيقول اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين لي. انت تزين له ولبس مزيان وكذا حتى الكلام طيب باش تسمع، وانت عاود وتكون حرش وراجل حتى هي كيحب انت كيعجبك المراه تكون انثى وهي كيعجبها الراجل يكون حرش عاود كذلك رجل. حنا كنا في برشلونه كنصلي في العصر في واحد المسجد وبها اختي ان شاء الله، وهو وحسيت صونا له التليفون، صونا له التليفون فعوط عادي ديك التليفونات عادي فعوط يتكي على هذيك يقطع احمر، تكى على اوكي وجوج د المرات عرف صونا له التليفون بقى كيتكي هيدا، تكى على اوكي جوج د المرات شنو يخدم. احنا في الصاله ساجدين السجده الاولى ونسجدوا السجده الثانيه، في ديك السجده الثانيه ما ينوض صونا له التليفون في وسط الجامع تكى على اوكي جوج د المرات خدم ديك البوق وكبر الصوت الطابوس، هو تكى عليه وخدم ديك الطابوس حنا ساجدين كنسمعوا حميد حميد رد عليا حميد العصار مشات. واش اللي يسمع هذا غادي يبقى نقول سبحان ربي الاعلى تفافى كنقول من بيت الاحرار مشرق حميد، وهذيك الصوت باقي في ودني انا لحد الان انا مآدي. الله يغفر له الله يغفر الله يسامح له ادانا زعما والله وتعدى علينا الله يغفر له. حميد قلت له صاحبي عندك في حال هذه ما نخليها لا طيب لا تصدق هذا الصغار يقول لي حميد وانا والمشاكل يتحل علاش فلهذا الانسان هكذا المراه. شوف سبحان الله اخر دابا كتجبر المراه ديالو ما كتمشي معها مزيان وما كتعطيش حقه تلبس له تزين. فلهذا الشباب خصهم يعرفوا هذه المساله ويعلمها هي المراه يعلمها ويقول لها كيفاش وتستافد منه حتى هو ويكون. وهذا الشيء باش كيجي بالقرايه. ولذا كيقول لك الكواريده سلموا شبروا الدنايله. لا ماشي قضيه ديال الكوار عندهم جوج العقوله ولا جوج الريوس. لا الكواريده سلموا كيبداو باللي بدا به الوحي. أول آية نزلت أول كلمة من الوحي شنو هي؟ اقرأ